المنتخب الوطني بقيادة بيتكوفيتش بال4-3-3 أو 4-1-2-3 وكتلة دفاعية متقدمة بلوك أو وضغط عالي بريسينغ أو ورقابة رجل لرجل مان تو مان. منتخب السويد في مرحلة الحيازة ب3-2-5 وتتحول ل3-2-2-3. لهذا رأينا تفوق عددي لمنتخب السويد في وسط الميدان. لاحظنا تفوق عددي على بن ناصر in superiority numérique 2 contre 1 sur بن ناصر، وبتقدم بن سبعيني يحل المشكل. الكتلة الدفاعية المتقدمة والضغط العالي أتى بثماره في الدقائق الأولى مع غلق كلي لمسارة التمرير على حامل الكرة. منتخب السويد في مرحلة البناء ب3-2-2-3 على شكل مربع سو فورم دو بوكس مع تقدم بن سبعيني يصبح تساوي في العدد inégalité numérique. وهذه المغامرة تخليك تسترجع الكرة، لكن أخطاء تقنية كثيرة تخو ديشي كما نقولوا تكنيك خلانا نخسر الكرة. لاحظنا منتخبنا الوطني فور خسارة الكرة ان بلوك ميديوم كتلة دفاعية متوسطة بال4-1-4-1 ورقابة رجل لرجل ماركاج مان تو مان في وسط الميدان. لكن فور سقوط مهاجم السويد ليصبح وسط ميدان رابع كنا نتلقى مشكل كبير. كان على ماندي الخروج ومنع التفوق العددي والتفوق التموضعي، ولولا حيوية بوداوي في وسط الميدان والقراءة الجيدة للكرة لما استرجعنا الكرات. لقطة الهدف الأول نرى جويري يطلب من زملائه الصعود والضغط عاليا، لكن تأخر اللاعب عوار جعل الكرة تخرج من الجهة العكسية كان فيها تفوق عددي لمنتخب السويد in superiority numérique de 5 contre 4. زد على ذلك بن ناصر وخسارته للصراعات الثنائية لديول، كثافة عددية لمنتخب السويد جعلت الكتلة الدفاعية للمنتخب الوطني تنحاز للجهة اليمنى، وظهور الثغرة على اليسار بخلق حالة 1 ضد 1 une situation de 1 contre 1، وظهور مساحة ما بين قلب الدفاع بن سبعيني والظهير آيت نوري ليستغلها المهاجم بترويض موجه كنترول أورينتي وتحرك ذكي من المهاجم الثاني ليفتح المجال لزميله للتقدم أكثر. ارتداد بطيء من بن ناصر، نرى أن بوداوي كان يقوم بأدوار دفاعية جيدة. بن ناصر نظرا لنقص اللياقة البدنية والمنافسة يكلفنا الهدف الأول. نرى الارتداد البطيء في اللقطة الثانية. لقطة الهدف الثاني الرقابة لم تكن صارمة، دائما لاعب وسط متأخر في مرحلة الضغط، وفي الهدف الثاني اللاعب المتأخر كان بوداوي، مما سمح للاعب وسط ميدان السويد مراقبة الكرة من دون ضغط وعمل مسح للملعب، وبتمريرة واحدة كسر الجدار الدفاعي كاملا المتكون من 5 لاعبين. ضغط آخر متأخر من ماندي جعل السويد تتقدم، لكن بن ناصر استرجع الكرة، وتشتيت خاطئ من بن سبعيني. عدم تقارب بين الخطوط جعل الدفاع المنتخب الوطني يبدو مكشوفا، فراغات ومساحات لا تترك في المستوى العالي. نفس التحرك من المهاجم في لقطة الهدف الأول، ونفس المساحة خلقت ليستغلها الجناح، وماندي استعمل المبدأ الدفاعي الخطأ وهو تأطير حامل الكرة encadrer le porteur du ballon، ولكن كان عليه استعمال مبدأ الاعتراض principe de jeu défensif ولا sous principe défensif اللي هو l'anticipation avec un tacle. لقطة الهدف الثالث الذي جاء من ضربة جزاء
للمنتخب الوطني، استرجاع الكرة من بن طالب، والتمرير لشايبي الذي بدوره يستند على بن سبعيني. لا كورس فير ليسباس دو شايبي، الجري نحو المساحة الفارغة من شايبي، يعتبر تحرك ذكي. واستغلال سقوط مدافع السويد من غويري وطلب الكرة في الأمام مع تمريرة دقيقة من شايبي، ان بون دوزاج دو باس. غويري وبلمسة واحدة يضع المدافع خلفه ليجبره على ارتكاب الخطأ المتمثل في ضربة الجزاء للمنتخب الوطني.